ما بنبقاش قصدنا ان احنا نتريق على حد قد ما اللي احنا بنهزر يعني. انت وعبد الرحمن مع بعض هدي يا منار دي عملت هدي يا السكتش منار. ده، انتوا اتفرجتوا على الحلقه دي وقررتوا ان انتوا هتعملوه اللي هي بتاعت ايه؟ ساعه العفاريت، وكان هو لابس جلابيه بس بتاعت السيرك. ايوه لا ما والله عملناها، ما اتفرجتش على حاجه والله. عايز اقول لك اللي اتفرجوا على الحلقه اللي اتذاعت قبلكم بحاجات بسيطه، كانت بتتكلم عن المواضيع بقى الجن والعفاريت ومش عارفه ايه، وكانوا جايبين ناس يطلعوا عفاريت، انتوا قلدتوها بالملي، وانت كمان بتقولي ما شفتوهاش. والله ما شفتها، ده احنا كده احنا قعدنا مع بعض، قعدنا نبني مواقف من غير ما اشوف اي حاجه، من غير ما اشوف بقى لا جن ولا. انت في مشهد من مشاهد مسرحياتك قلدت محمد رمضان في الاسطوره. كلمني عن رد فعله كان ايه؟ هو ما اتبسط تقريبا. لا وبعدين هو يعني اصل احنا اصحاب وانا بنقعد مع بعض يعني، فهو مبسوط مش حوار يعني، مش متضايق من حاجه. هو بقى في ناس قاعده تقول ده ممكن يتضايق، لا مش متضايق. عايز اقول لك احنا سالناه قبل كده وبالعكس هو حس ان ده من عوامل نجاح المسلسل، وان انتوا عملتوه بشكل كوميدي وحلو. اصل التقليد دي مهاره يعني. والمسلسل ده ساعتها كان ترند بعد المسلسل رمضان طبعا كان ناجح جدا، بس التقليد دي مهاره. صح. فالممثل اي ممثل لازم يبقى عارف ان لما حد بيقلد حد دي مهاره عنده. صح. لان هو كمان بيقلد، هو كمان ممكن يقلد اي حد. بس هي دي الفكره. هنطلع فاصل ونرجع نكمل، وحته التمثيل دي هتاخد مننا وقت، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني في راديو بيضحك على راديو 90 ولسه معانا النجم الجميل علي ربيع، وقلنا ان احنا هنتكلم بقى في حته التقليد دي شويه. 2 عمالقه انت قلدتهم وعملت الدور بتاعهم في مسرحيه كامله، ومحدش كان يتخيل لو احنا قاعدين كده بنخطط مين اللي يمثل ادوار الناس دي، محدش هيقول في دماغه علي ربيع. وقدرت تجيب الملامح، الطريقه، من غير ما تعمل حتى ميك اب. وهم طبعا نور الشريف الفنان الراحل الكبير، والفنان الكبير محمود عبد العزيز. هنبدا بنور الشريف. انت لبست الجلابيه نفس اللبس بتاع الشخصيه في فيلم العار والشنب. ازاي الناس اللي بتتفرج حاسينك شبهه؟ ازاي؟ هو زي ما قلت لك التقليد ده بيبقى موهبه ومهاره موجوده عند الممثل، فانا يعني بتقمص الشخصيه دي كده من غير فعلا اي حاجه. تحس ان انت طريقه الكلام بالظبط، بالمشي، تفاصيل الوش، بالاكشنات الوش، يبان ان انت وانا يعني حاجه. انا لما باجي اقلد حد ما بركز يعني، مش ببقى مركز ان انا اعمل مثلا كده او كده او كده عشان اقلده. ده انا بتطلع يعني الاقي نفسي عملت وطلعت كده من لوحديها. فدي من ضمن برضو الموهبه يعني، دي من ضمن الموهبه. فالحمد لله الحمد لله. اعدام ميت بقى الراحل محمود عبد العزيز. اوبا دي جات لك لقطتها ازاي؟ ما هي دي انا بتفرج على الفيلم ده بقى، اتفرجت عليه مثلا 30 40 مره اعدام ميت ده، فحفظت يعني كل حاجه. في حته اثرت مع الناس قوي انت ممكن تكون مش متوقعها، الحته اللي انت وانور كنتوا ماشيين عكس بعض، المفروض ان انتوا بتبدلوا بقى، هو هيروح لابو حوده اللي انتوا ابو جوده اللي غلطوا ابو حوده وقفت قلدت وهو بيرقص. انت أيوة انت اللي اخترت الحته دي، ان انت هتقلد الحته دي وهتقلد الحته دي. ايوه انا الحته اللي هي معلمه في دماغ الناس، حته الرقصه دي عملت عشان لما اعملها تفتكرها، اللي هو ما كان بيرقص على المركب. وهي علمت مع الناس جدا المسرحيه دي لحد دلوقتي. طب تعالى بقى، طالما اتكلمنا عن المسرح، يعني كتير عملوا تجارب مسرحيه، ايه سر نجاحكم؟ ان احنا اولا عملنا فكره جديده. دي اول سر في النجاح، ان انت الفت وابتكرت حاجه مش موجوده. فبقى ليك شكل وبقى ليك ستايل معين، فحاجه عجب الناس. الروح بقى والتعاون اللي بين الناس والحب، ان كل الناس تبقى كويسه. غير كل ده اللي ربنا بقى مديه بقى للناس، الموهبه والقبول والحاجات دي والكاريزما والحاجات دي حاجات بتاعت ربنا. اما تلم كل الناس اللي عندها كميه كوميديا جامده دي مع بعض في كواليس، بتعملوا ايه في بعض؟ لا ده ضحك بقى. المقالب اخبار، انا اعرف ان قصقص هو المسؤول المقالب، وان اسراء هي اللي بتصور المقالب، يعني عاملين تيم ما شاء الله مع بعض. بس انت ساعات بتبان على المسرح ان انت بتعمل بلاوي، انت شديت البنطلون لحامد مره على قدام الناس. انت بتحب تعمل فيهم مقالب؟ لا ما بحبش اعمل مقالب، بس بتعمل بلاوي على ساعات بقى ايه في المسرحيه كده. لكن قصقص عمل فيك مقلب قبل كده؟ بتبقى مسخره يعني. قصقص عمل فيك مقلب قبل كده؟ بيعمل مقالب والله كده. ايه حكايه التعبان اللي منزله على الانستجرام؟ انا مش عارف والله، بيعمل حركات برضو غريبة. عملها فيك ولا لسه؟ عملها بس ما نزلش. لا نزلها بس مش باينه قوي. مش باينه الحمد لله. في العربيه. فكره ان انتوا كل اسبوع بتقدموا عرض ومختلف، وبتحفظوا امتى وما بتتلخبطوش، وانتوا كمان الموضوع معتمد على دماغكم، مش سكريبت مكتوب وانا هقول كذا في الحته دي وانا هقول كذا في الحته دي.
ازاي هو بقى ده بتعرف بقى دي صعوبة الموضوع، وهو ده اللي عامل اللي منجح الموضوع، ان هو صعب، وفي 3 ايام 4 ايام تقدر تعمل مسرحية لمدة ساعة بتضحك جدا. هو الموضوع صعب جدا طبعا. ودي من الحاجات اللي محدش بيقولها، يعني انه صعب، ويقول لك اصل مش عارف لا هو صعب. لا صعب جدا. يعني كنا بنشوف النجوم زمان الكبار كانوا يعملوا مسرحيه تقعد 7-8 سنين. انت ممكن تعمل تجربه زي دي، ولا انت حابب اكتر نوعيه المسرح اللي هو سريعه كل كام اسبوع بنغير والدنيا جديده؟ هو احنا لازم نواكب الزمن اللي احنا فيه، ما هو الزمن سريع جدا، فما ينفعش انا ارجع ايام زمان تاني. زمان كان اليوم ممكن نعمل فيه 6000 حاجه عادي. دلوقتي مفيش، انما مش دلوقتي لاحقين، احنا مش عارف زحمه ايه والدنيا صعبه. اليوم سريع، صح. فلازم ابقى سريع انا كمان مع اليوم. ممكن اعمل مسرحيه يعني ما تبقاش وقتها طويل، تبقى وقتها قليل، بس تبقى مقصره مع الناس جامد، وتبقى هتقعد على حسب بقى الناس هتزهق منها امتى، لكن تبقى سريعه، وما تبقاش لوكيشن واحد، لازم تبقى مثلا كذا لوكيشن، وتبقى في وقت قليل. تمام. فتبقى كده الناس ما بقاش عندها خلق انها تتفرج على حاجات مدتها طويله كمان. لا عشان اليوم بقى صح. سريع، فانا مش هقعد في المسرح وانسى حياتي كلها. صح. يعني انا شايف كده. يعني كان زمان ممكن كده، انما دلوقتي انا ما اقدرش اقعد اليوم وبعدين. ايه رايك بقى ان احنا بقينا شايفين في انتعاشه في المسرح الفتره دي؟ هنيدي مثلا رجع بقوه، انت شفت مسرحيه رحت الافتتاح. رايك ايه فيها؟ انا كنت مبسوط ان انا شايف محمد هنيدي على المسرح تاني. اول يعني انا اول فيلم دخلته في حياتي كان صعيدي في الجامعه الامريكيه، وانا كان ما اعرفش كان عندي 10 سنين باين ولا ايه. فبالنسبه لي محمد هنيدي وفيلم طبعا من احلى افلام محمد هنيدي، كان بقى مطلع طاقته كلها فيه، فكان عالمي. فالفيلم ده كان بيضحك قوي قوي، فانا هنيدي كان بالنسبه لي كيف هنيدي الناس اللي بيحبوا خلاص بقى اتربيت على هنيدي. فلما كبرت انا عمري ما شفت هنيدي في المسرح. كانت اول مره اشوفه في المسرح، اول مره لايف كده. كان في التلفزيون لكن ما شفتوش قدامي. فرحت العرض ده عشان اشوف محمد هنيدي، فانا اتبسطت ان انا شفت محمد هنيدي والذكريات اللي في دماغي وكده فاستمتعت يعني، وربنا يكرمهم والحمد لله ان المسارح بتفتح. طبعا. والحمد لله ان احنا ممكن نكون سبب ان الناس رجعت تعمل المسارح تاني والجمهور يجي المسرح تاني. أكيد. حاجه في التاريخ دي للواحد. وكتير على فكره من النجوم بيشهدوا لكم ان انتم من الناس اللي رجعتوا فكره المسرح تاني، لان الناس كانت خلاص بقى نسيت. ودي ناس محترمه، واللي ما يقولش كده انا بعتبره يا ظالم يا مفتري. اصل يعني ما بلاش تنكر مجهود الناس. صح. انهم عملوا حاجه في حياتهم، اصل دي حاجه في حياتنا مهمه، يعني دي من الحاجات المهمه في حياه الواحد. يعني بقى لما اكبر اقول احنا كانش في مسرح ورجعنا المسرح، فانت عايز تخفي الحقيقه دي ليه؟ صح. بس شفت مسرحيه استاذ اشرف الجديده اللي هي جريمه في المعادي؟ رحت في الافتتاح. انا اي افتتاح بروح انا محل كشري بتاع وانا معدي انا مره معدي في الهرم لقيت بتاع افتتاح سجاد، محل سجاد، قمت داخل، قمت واقف مهيص مع البلالين وبتاع. انت الناس اي افتتاح بحبك عشان انت عايشه. انا بحب الافتتاح. انا اعمل لك افتتاح للبرنامج الجديد عشان تيجي تصورني على طول. طيب الناس بيقولوا ان هو اتجه انه يعمل مسرحيه جديده بفرقه تانية عشان تجربه مسرح مصر في نهايتها، لان انتوا اتشغلتوا. دي حقيقه؟ بصي، استاذ اشرف من حقه يعمل اللي هو